مساء الفل والهنا، مساء الجمال ومساء السعادة ومساء يوم الخميس البال الرايق اللي صبح عندنا بكرة اجازة. يلا بينا نشوف مع بعض فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني جدا جدا وبفتقدكم جدا، والدراسة تنزيل الفيديوز بيبقى بالنسبة لي يعني مجهود كبير قوي. بحاول ان شاء الله ان انا ما اقعدش المده دي كلها من غير ما انزل فيديوز، علشان انا بيوحشني تعليقاتكم الحلوه، وبيوحشني اتناقش معاكم، وبيوحشني اسمع ارائكم. وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وتكونوا باحسن حال، وتفاءلوا بالله خيرا. وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يا رب ينصر اخواننا يا رب. عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا كلكم كويسين، وبحبكم كلكم واحدة واحدة. واول مرة يعني بفتقدكم كتير قوي كده، وحاسه اني اول مرة اغيب كده في تنزيل الفيديوز. عايزة اقول لكم النهاردة بقى هنعمل ايه. روتين البال الرايق. روتين الايه البال الرايق، يعني علشان حياتي ما تتلخبطش. انا انا دايما ببقى عايزة مثلا هصحى من النوم الساعة 7، اظبط الموبايل بتاعي على الساعة 6 الصبح. ليه بقى؟ عشان ابقى بعمل كل حاجة براحتي. يعني ما اجيش احسب اقول انا في نص ساعة هكون مخلصة، والاقي نفسي ان انا نص ساعة دي ببقى بجري فيها يمين وشمال. لا، طب انا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ نص ساعة يبقى اظبط على قبل الميعاد اللي انا عايزاه ده بساعة، يبقى بدل الحاجة اللي هعملها في نص ساعة هعملها في ساعة ونص. عشان في حاجات مهمة قوي قوي الصبح لازم نعملها كلنا مش واخدين بالنا منها. اول حاجة ان انا لازم اقول الاذكار. وطبعا لو انا راحت عليا نومة وما صليتش الفجر في ميعاده واول ما يأذن، يبقى بصليه اول ما بصحى من النوم. فلازم كده اتوضى واصلي، وان شاء الله باذن الله يكون الفجر ما فاتناش، ونصلي الفجر في ميعاده، ونصلي الفرض في ميعاده. وبعد كده بقى ادخل بقى المطبخ، ما بقاش بجري حوالين نفسي. انا كان عندي الغسالة عايزة تتفضى واحط بدلها مواعين جديدة. اقعد بقى اجري واقعد اعمل واقعد اسوي. لا، بيبقى على مهلي، ما ببقاش متوترة. علشان انا لو صحيت يعني في ميعاد النوم، في وقت النوم بالظبط، يعني الميعاد اللي انا المفروض اصحى فيه بالظبط، هلاقي ان انا بخلص كل حاجة بسرعة، واقول للولاد بسرعة ويلا بسرعة ونمشي نتكركب كلنا في الاسانسير وفي العربية. طب ليه؟ نصحى بدري شوية عن الوقت اللي احنا بنديه لنفسنا. المهم بقى قمت بعد ما خرجت كل اللي في الغسالة، كان عندي بقى بقية الأكل من بالليل، كنت خلاص مع آخر اليوم ومذاكرة الأولاد والشغل ومع شغل البيت كمان ببقى مش شايفة قدامي. طبعا انا بعد ما اروق المطبخ، لو انا ما عملتش الغدا من بالليل بقف اعمله دلوقتي كده. بتبقى حوالي الساعة 6 الصبح مثلا او 6 ونص، الوقت اللي انا بنضف فيه ده. وبعد كده يبقى خلاص ما ورايش الغدا. لما هرجع من شغلي هسخن عليه بس، ويبقى اليوم بتاعي خلاص كده خلص. لو انا قاعدة في البيت يبقى برضو فقرة الغدا عندي انتهت، اقدر اعمل اي حاجة تاني في الوقت اللي بقيلي. اقعد مع نفسي شوية، اخد نفسي، اقرا الورد القراني بتاعي، لو ورايا حفظ في القران احفظه، لو ورايا عايزه اصل رحمي بسرعه، اروح واجي قبل الولاد ما يرجعوا من المدرسه بتاعتهم. يعني من فضل الله يبقى قدامي وقت كتير ويوم طويل اقدر اعمل فيه حاجات مفيده، الا ان انا انام. خلاص نظبط بقى. عفوا يا حبايبي، يومنا في الدراسه ان احنا ننام بدري ونصحى من النوم بدري، هتلاقوا اليوم جميل، واليوم اتضرب في يومين على طول. اوقات نقول ده انا ورايا مليون الف حاجة، ده انا عايزة يومين على اليوم ده عشان اخلص اللي ورايا. طب اهي الفرصة جات لنا. بالنسبة للناس اللي قاعدة في البيت ومش بتشتغل، الفرصة جات لك انك تخلي اليوم بيومين. اول ما تصحي من النوم بدري اليوم هيبقى بيومين على طول. ده كانت عندي بطاطس باقية، فحطيتها في شوية مية وحطيت عليهم شوية ملح، وقلت ان انا ادخلهم في التلاجة. عايزة اقول لكم ما تنسوش في وسط الزحمة، انا عارفة ان الدنيا زحمة قوي في الدراسة، يعني سواء الست بتشتغل في بيتها ست بيت او بتشتغل برا البيت، فطبعا اليوم بيبقى مشحون جامد. ما تنسيش انك لما تصحي من النوم وتغسلي وشك تحطي شوية مكياج بسيط بسيط، هيفضل معاكي طول اليوم، هيفضل طول اليوم مودك حلو، مع رشة بارفان لو انتي مش خارجة من البيت.
هتبقى ريحتك في منتهى الجمال، وتبقي طول اليوم حاسه انك منتعشه وجميله. وما ننساش طبعا نسرح شعرنا ونظبطه على قد ما يقدر، وايا كان نوع شعرنا ايه. الحاجه دي بتفرق في نفسيتنا جدا جدا. وما تنسوش لما نصحى من النوم على طول نقول اذكار الاستيقاظ من النوم. دي طبعا جميلة أوي، يعني نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. دي من أذكار النوم، ذكر جميل جدا جدا. ونستعيذ بالله طبعا من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من الكسل. ربنا يجعل أيامكم كلها نشاط وحيوية. بصوا بقى، أنا خلاص عمالة أروق في المطبخ، مش بعرف أقف أعمل السندوتشات بتاعة الولاد الصبح غير لما يبقى المطبخ خلاص كله متروق. معرفش يبقى فيه نعكشة وفي حاجات كده قدامي كتير وابدا اشتغل. لا، اروق الاول، بقول اعمل السندوتشات على رواقه. وكل يوم بالليل اقول انا هنضف بقى وهروق قبل ما انام. بيني وبينكم بكون مخلصه اليوم وانا دماغي دي خلاص مش قادره بجد. حاسه اني بدور على اقرب مكان اقدر انام فيه، وانام ان شاء الله في الارض يعني. فما قدرتش طبعا، ما بقدرش اروق بالليل. وبعدين احنا عارفين ان احنا ما بنضغطش على نفسنا. الحاجة اللي ما تروقتش النهاردة هتتروق بكرة. تابعوني في الفيديوز اللي جاية. خلاص بقى المطبخ هيبدأ يتبهدل مني، وهتبدأ الدراسة تاخدني، والشغل مع الدراسة مع شغل البيت، الحاجات دي كلها هبدأ انشغل بيها. فانا مش عايزة اسمح بكده. فخلونا نتفق ان احنا كل يوم قبل ما ننام هنعمل شغلنا في المطبخ صغنطوطة قد كده اهو. انا هعملها وانتوا تعملوها معايا، ويفضل مطبخنا طول الوقت نظيف وزي الفل. في الدراسة هننضف تنظيف عميق. في الدراسة يا حنان؟ ايوه في الدراسة، بس بطريقة مختلفة. تابعوا الفيديوز اللي جاية، والحاجة اللي انا اعملها اعملوها معايا. ولو ليكوا اقتراحات قولوها لي، انا دايما بحب استفيد من اقتراحاتكم. شايفين المطبخ بقى زي الفل، وعملت السندوتشات بتاعة الولاد وخلاص الولاد نزلوا بالسلامة. قلت بقى ألم الحاجة مطرح ما عملت السندوتشات. لميت الحاجة كلها من على الرخامة، والمطبخ بقى بتاعي كده خلاص بقى زي الفل، مفيش فيه اي حاجة مضايقاني. لو انا بقى هقف اعمل الغدا على روقان وبال رايق. او لو انا موظفة هنزل شغلي بقى كده مع العيال، او قبلهم بشوية او بعدهم بشوية، وانا بالي رايق ان المطبخ نظيف، وان الغدا متحضر من الفجر. اصحى اصلي الفجر واعمل الغدا بتاع النهاردة. فاض وقت بنام ساعة، ما فاتش وقت يبقى خلاص بكمل يومي. والساعة 9:30 بالليل، يعني من 9 ل10 ماكسيموم، ببقى انا خلاص نايمة في سريري، عشان اقدر اصحى في الفجر وعلشان اقدر اشوف اللي ورايا. التنظيم مش صعب ابدا، التنظيم ان شاء الله باذن الله سهل. خلاص بقى، انا اليوم ده ما كنتش نازله بعد الولاد ما خلصوا ونزلوا مدرستهم. لميت حاجه اللي عملت منها السندوتشات، وطلعت بقى اشم هوا الصبح بدري كده، ونسمه البرد كده الجميله اللي بتلسع دي الصبح. بيني وبينكم انا طبعا بقعد في البلكونه، ما ببقاش لابسه النقاب، بس انا لابسه كده علشان التصوير. هتقولي لي بتشربي ايه والمج ده فيه ايه؟ هقول لكم المج ده فيه ميه، بملاه كوبايتين ميه، اللي بتقدر تحط على الكوبايتين دول ليمون من غير سكر ولا عسل ولا حاجه، تشربهم بالهنا والشفا. ما تقدرش يبقى اضعف الايمان ان انا على معده فاضيه اشرب كل يوم كوبايتين ميه. طب ايه بقى القعده دي؟ انا عايزه اقول لكم القعده دي هي اللي بتظبط اليوم كله. لازم 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 تخصصي وقت لنفسك، تبصي على السما، تكلمي ربنا سبحانه وتعالى، تفكري في حاجة محتاجة تفكير منك. ساعة الهدوء اللي من غير دوشة العيال ومن غير كلمة ماما. ربنا يحفظ أولادنا ويخليهم لينا ويخلينا ليهم يا رب. بس ساعة الهدوء دي هي كفيلة انك ترتبي حسابات قلبك وترتبي احاسيسك، ويبقى عندك مود وتفاؤل لانك تستقبلي الولاد وهم راجعين من السكول بكل مشاكلهم واعبائهم والمجهود اللي انت لسه هتبذليه معاهم. ده غير انك لسه قدامك يوم طويل هتعملي فيه اشغالك وحالك وتشوفي اللي وراكي. فساعة الصبحية دي انا طبعا هنا اختصرتها لكم، بس انت ادي لنفسك ساعة قاعدة تنحي في الساعة دي. نفسك تشربي حاجة اشربيها، عندك ورد تقوليه،
حفظ، يعني عندك ذكر هتردديه، هتسكتي خالص وما تحركيش بقك ابدا باي حاجه وتفضلي بس باصه للسما. عندك كلام محتاجه تقوليه لربنا سبحانه وتعالى تقوليه وتاكدي ان ربنا هيسمعك. ابدأي يومك ببشر وتفاؤل وخير وطمأنينة. اطمئني لان انت ربك هو ربنا سبحانه وتعالى، هينصر المظلومين والضعفاء ان شاء الله، وهيكبر بخاطرك لان ربنا سبحانه وتعالى كريم، فانت تبقي عشمانة دايما في الكريم. ابدأوا يومكم بتفاؤل، وابدأوا يومكم بطاقة إيجابية، ابدأوا يومكم بذكر ربنا، صلوا الفرض في ميعاده، كل الفروض هتلاقوا تغير كبير حصل في حياتكم. اوعوا أبدا تكسلوا عن الفروض وتصلوا كل الصلاة قبل الصلاة اللي قبلها، ده بيلخبط اليوم، بيخلي المود اوف، بيخلي الدي اوف، بيخلي نفسيتك وصدرك مش منشرح. انا بوصيكم وبوصي نفسي معاكم. النهاردة ليلة الجمعة، افتكر الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلصت قعدتي في البلكونة وسمعت صوت العصافير، بصيت للسما وتأملت، شفت اللي رايح وشفت اللي جاي، شفت الاتنين اللي ماشيين بيتكلموا مبسوطين والاتنين اللي ماشيين بيتخانقوا. شربت المجين بتوع المية بتوعي. هقوم زي اي زوجة مصرية اصيلة احضر غدا مصري اصيل. العيال وهي راجعة من المدرسة قالوا لي يا ماما احنا شامين ريحة الاكل من واحنا في الاسانسير. عملت بطاطس وعملت رز وعملت فراخ بانيه وعملت سلطة خضراء. عدى اليوم في امان وسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الامان يا رب. وكفاية ان احنا عايشين تحت سقف بيت، ندعو لاخواننا ونفتكرهم دايما. بحبكم في الله. ومش هتأخر عليكم تاني في الفيديوز. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشرفوني بالاشتراك واللايك. ويعني ايه 9 لايك بس؟ فين اللايكز؟ السلام عليكم ورحمة الله.